بعد تصريح الجبس رسالة مفاجأة من وليد الفراج لجماهير الأهلي بعد الفوز على الاتحاد السعودي 3-1. علق الإعلام السعودي وليد الفراج على خسارة الاتحاد السعودي أمام الأهلي ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية بثلاثية رايقة وجميلة. وحقق النادي الأهلي الفوز ب3 أهداف مقابل هدف على الاتحاد جدة في المباراة جمعت الفريقين في دور ربع النهائي. كتب وليد الفراج: يحق لكل جماهير النادي الأهلي المصري أن تفخر بهذا الفريق الذي يتعامل مع الأحداث والتحديات بقدر أهميتها وقيمتها. أيوة كده. وأضاف الفراج عبر صفحته الرسمية على منصة إكس: ألف مبروك للملايين من أنصار نسر الكرة المصرية ونادي القرن الإفريقي تأهله المستحق إلى نصف النهائي. وكان وليد الفراج قد أثار حالة من الجدل قبل المباراة، حيث كتب عبر منصة إكس قبل مواجهة الأهلي والاتحاد، قال ان اخر فوز كان للنادي الاهلي على الاتحاد السعودي ايام كانت الكوره، ايام ما كانت جبس. وطبعا قال شويه ارقام كده وتواريخ ملهاش اي قيمه، ودلوقتي اتعلم الادب وخلاص عرف تمام وتمام الاتحاد السعودي بتاعه. وضرب الاهلي موعدا مع فلومينسينسي البرازيلي بطل امريكا الجنوبيه في نصف نهائي البطوله.